مع حضرتك احكام ضد طليقك او ضد جوزك ومش عارفه تنفذي الاحكام دي. مع حضرتك احكام نفقه ومش عارفه تنفذيها. مع حضرتك ايا ما يكون نوع الحكم اللي حضرتك واخداه سواء من محكمه الاسره او من محكمه الجنح ومش قادره تنفذيها على جوزك. انا هقول لحضرتك على اكثر من طريقه حضرتك تقدري تاخدي بيها كل حقوقك كامله متكامله لا ينتقص منها اي حق. اولا حضرتك بموجب متجمد النفقه تقدري انك تعملي حاجه اسمها حبس اسره. دي دعوه بسيطه امام محكمه الاسره. تاخدي السندات بتاعتها اللي هو السند التنفيذي اللي هو الصيغه التنفيذيه، وتقدري بعدها مباشره انك ترفعي جنحه مباشره على طليقك او على زوجك الممتنع عن الانفاق عليكي لو الزوجيه قائمه، او ممتنع عن الانفاق على اولاده بعد انقضاء الزوجيه. تقدري انك تستصدري حكم او تاخدي حكم عليه من محكمه الجنح ويتحول هذا المتجمد الى حكم قضائي صادر من محكمه الجنح عليه. تقدري حضرتك انك تحجزي على حسابه البنكي او حسابه اللي موجود في اي مكان بموجب هذه الاحكام. تقدري حضرتك انك تحجزي على اي شيء مملوك له، منقولات، سياره، ادوات، محل، مطعم، اي شيء مملوك لهذا الرجل. تقدري حضرتك انك تحجزي حجز مباشر على المنقولات اللي موجود. تقدري كمان انك تاخدي حقك، كمان القانون كفلك كل ده على فكرة بمنتهى السهولة بحاجة اسمها حجز مال المدين اليدوية. يعني لو جوزك ليه فلوس عند اي حد تقدري انك تحجزي على الحد ده بموجب الفلوس اللي لجوزك او لطليقك عند الشخص الاخر ده اللي هو الشخص الاجنبي عنكم. تقدري تحجزي على هذا الشخص. فالقانون كفل لحضرتك انك تقدري تاخدي حقوقك بهذه الطرق، فخدي بالك من حقوقك. واشكركم جزيلا.